بكل صراحة، لأنه استطاع أن ينقل العداوة ما بين نظام سياسي حاكم في الجزائر مع المملكة المغربية إلى عداوة للأسف نقولها مع فئة من الشعب الجزائري. وهذا ربما ما شاهدتموه إبان حفل الافتتاح الخاص بمنافسات الشان، والهتافات التي كان يهتف بها الجمهور، فئة عريضة منه للأسف تجاه المغرب، الماروك. معليش، قلناها مرارا وتكرارا، قلنا بأن المعارك القادمة ساحاتها متنوعة ومختلفة، وقلنا بأن وتر اللعب على وتر الرياضة حساس وحساس جدا. تعرفون التنابز ما بين جماهير الأندية، جماهير المنتخبات. للجزائر صولات وجولات في هذا المجال، والكل يتذكر ما حدث مؤخرا مع المنتخب الكاميروني، مع رموز الكاميرون، مع صامويل إيتو، مع مجموعة من الأمور التي لها علاقة بمباراة تصفيات كأس العالم التي أدت إلى خروج الجزائر من المونديال. رحلة المشجعة الشهيرة إلى غامبيا لمشاهدة الحكم قاسامة. ما سبق ذلك في تصفيات كأس العالم مع مصر 2010، وكيف أنه أصبح التنابز بالألقاب والشتائم والفيديوهات من هنا وهناك، وتحولت يعني المباراة إلى معركة طاحنة هناك في أم درمان في السودان، وبقيت آثارها ربما يعني واضحة في العلاقة ما بين مصر والجزائر لسنوات قبل أن يطوى هذا الملف، ولكن لا زالت هناك أحقاد تجاه صحفيين، سياسيين، فنانين إلى غير ذلك. ونحن كنا حينها قد للأسف يعني كنا قد سندنا الحق المشروع للجزائر بأن تلعب المباراة الفاصلة وبأن تبحث عن حلم التأهل للمونديال، بينما كان الإعلام المصري آنذاك يعني لم يبقي ولم يذر تجاه الشقيقة الجزائر. اليوم قلت لكم بأن ذلك النظام الحاكم الهدف والغاية ليس المغرب فحسب، ولكن أيضا الداخل الجزائري. هو يعلم أن هناك تقارير اقتصادية من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، يتحدث عن انهيار الاقتصاد الجزائري. كان ذلك بالفعل قبل يعني ثورة الأسعار في الغاز والنفط، فكان الحراك مشتعل. جاءت كورونا توقف. هناك وعي لدى فئة عريضة من الشعب الجزائري على أن هذا النظام العسكري الحاكم نظام يسير بالبلاد إلى الهاوية، مناخ الأعمال متدمر، المقاولات لا تنجح، الاستثمارات الخارجية في تراجع مستمر، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات التي أصبحت يعني تراكم الفشل. مخزون من العملة الصعبة صدقوني وصلت إلى مرحلة يعني حفنة من المليارات في دولة كانت تحقق فائض في الميزانية في النصف الأول من كل سنة يفوق 100 مليار يورو، فإذا بها أصبح مخزونها الاستراتيجي من العملة الصعبة يعني قليل وقليل جدا. وربما شاهد الجزائريون يعني حين تحدثوا عن طائرة المنتخب، وقلنا لهم بأن إبان يعني تراجع الجائحة، ملك المملكة المغربية أعطى أوامره، فكانت الخطوط الملكية المغربية في الموعد، وتم وضع أثمان مناسبة لا على مستوى تذاكر الطيران أو حتى على مستوى البواخر التي كانت تأتي عبر البحر من إيطاليا ومن فرنسا ومن غيرها من الدول. هذه الدولة التي تحترم مواطنيها، وكان هناك عودة للجالية المغربية التي قضت العطلة الصيفية مع المغاربة. في المقابل كان الجزائريون بلاد الغاز والنفط، الجالية الجزائرية تأن في المدن الفرنسية وفي ديار الغربة، لأن تلك الدولة القوة الضاربة لم تستطع أن توفر أثمنة مناسبة لهم. أنا أضطر لأدخل في المقارنات لكي أقول لكم بأن اليوم يعني دخول الشعب الجزائري أو جزء منه في معركة النظام العسكري تجاه المملكة المغربية، وإن عبر بوابة الكرة وإن عبر مدرجات كرة القدم، وقد نقول بأن هؤلاء الذين نقلوا في حافلات خاصة سأسميهم بكورال النظام الجزائري، يعني بحال كورال كيعاودوا ذات النغمة. ولكن للأسف هذا لا يمنع أن هناك إعلام وهناك صحافة وهناك مواقع إلكترونية شغلها الشاغل، حتى وكالة الأنباء الرسمية شغلها الشاغل هو يعني ضرب العلاقة مع المغرب، وألا تقتصر العلاقة في توترها ما بين النظام الجزائري والنظام المغربي كما يروجون، ولكن أن تنتقل عدوى الحقد والكراهية إلى الشعب الجزائري. وهذا ما كنا نخشاه، ودائما وأبدا أقول في الفيديوهات بأنه
الشقيقة الجزائر، لأن الجزائر لا يمكن أن نختزلها في شنقريحة ولا في عبد المجيد تبون ولا في نزار ولا في مدين ولا في مجموعة من الأسماء. لا يمكن ذلك، بالعكس. قلنا بأن هناك ماضي مشترك وحاضر وبإذن الله مستقبل، وفي أن هناك ما يجمع أكثر مما يفرق، وبأن هذا يعني شعب شقيق وجار وصديق وأخ وقل ما تشاء. وبالفعل هناك في الجزائر اليوم من يبادل المغاربة الحب بالحب، وبالفعل يتجسد معهم شعار خاوة خاوة. ولكن هناك أيضا كثر من أصبحوا ينساقوا وراء النظام ووراء المؤثرين، يعني كشاعل الفتن حفيظ دراجي وآخرون من الأسماء التي أصبحت اليوم لديها صوت مسموع للأسف وتؤثر. ونحن نعلم بأن الجيل الحالي يعني لم يقرأ ولم يسمع ولم يشاهد الكثير من المعلومات التي تؤكد كيف ساعد المغاربة ملكا، حكومة وشعبا، قيادات، أحزاب سياسية، كيف ساعدوا الجزائريين على نيل الاستقلال، كيف وقفوا مع الجزائريين في السراء والضراء، حتى في قلب العشرية السوداء. فهؤلاء لم يسمعوا عن ذلك ولم يشاهدوا، وولدوا في وقت يعني لا قلتي واحد زاد في 95 ولا في 96 عنده دابا شي 28 ولا 25 ولا 26 عام من اللي كانوا في التيران مثلا، ما شاهدش داك الشيء، ولكن انساق مع السوشيال ميديا ومع مجموعة من المتغيرات اللي وقعت على الإعلام المجيش اليوم ضد المملكة المغربية. وقلنا لكم في مجموعة من الفيديوهات السابقة بأن ملف الصحراء المغربية ذهب للسرعة القصوى. مجموعة من المتغيرات تحدث في المملكة المغربية كلها إيجابية، حتى من اكتشافات، حتى الغاز، الشركة البريطانية ساوند إنرجي التي اكتشفت في مجموعة من الحقول غاز تجاري قابل للتسويق، مجموعة من الثروات الطبيعية التي بدأ العمل عليها، مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الثنائية التي تعقد، مجموعة من المتغيرات على الوضع السياسي التي فيها مكتسبات مغربية مع إنجلترا، مع ألمانيا، مع إسبانيا. أصاب النظام السعار، فكيف له أن يحقق مراده على الأقل بفقاعات تؤدي إلى تدهور للعلاقات مع المملكة المغربية؟ بدأ بأنبوب الغاز المغاربي فأغلقه، ثم انتقل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية واستدعاء السفير وإلى غير ذلك من الأمور دون أي سابق إنذار ودون أي خلاف. يعني يقومون بدعم الجبهة الانفصالية على مدى سنوات، وحين تتحدث عن القبائل فإنك تصبح وتتدخل في الشؤون الداخلية وإلى غير ذلك، مع العلم أن المغرب لا زال يتعامل بحنكة وبذكاء وبدبلوماسية في مسلسل علاقاته مع الشقيقة الجزائر، لأن المغرب دائما وأبدا يراهن على الشعب الجزائري ولا يراهن على الأنظمة الجزائرية. الأنظمة الجزائرية تأكل الغلة وتسب الملة، لطالما ساعدناهم، لطالما احتضناهم، حتى رؤسائهم الهاربون من جحيم الجزائر دخلوا للمملكة المغربية وعاشوا فيها ولم يستغلوا من قبل النظام الحاكم، بل عاشوا بكرامة وأيضا بسلام وأمن ويسر دون أي تدخلات تذكر. فهذا الحقد للأسف، وهذا ما أقول، انتقل إلى الشعب، إلى جزء من الشعب، لن أقول الشعب كله ولكن إلى جزء من الشعب، وهذا الخطير في